يا مساء الفل. في الفيديو ده عايزين نشوف 5 حاجات لازم تعملهم أو يكونوا معاك جاهزين قبل ما تبدأ تقدم على أي وظيفة من الوظائف اللي احنا بنتكلم عليها في سلسلة الفيديوهات دي، واللي بالمناسبة هتلاقي لينك للشيت اللي فيه أكتر من 90 وظيفة تحت زرار اللايك. ولو عايز تعرف ازاي احنا دورنا على الوظائف دي أو ازاي عموما تدور على وظيفة ريموتلي أو من البيت في مجالك، شوف الفيديو اللي في علامة الآي. أنا أحمد نجدي، شغال ريموتلي أو من البيت من سنة 2014، وأنا عامل سلسلة الفيديوهات دي علشان أساعدك أنت كمان تشتغل ريموتلي من البيت. فتعالوا في الفيديو ده نشوف ايه هي ال5 حاجات اللي لازم تكون معاك او مجهزهم قبل ما تقدم على اي وظيفه. كوبايه القهوه ويلا نبدا. زمان او من قبل 2020 كانت الشركات الديستريبيوتد او الشركات اللي بتشتغل ريموتلي بس ما بتشتغلش في مكاتب او اوفيسز والكلام ده، كانوا بيواجهوا مشاكل كتيره او بيواجهوا صعوبات كتيره في ان هم يلاقوا ناس عندهم ثقافه الشغل الريموتلي. وكانوا حرفيا بيدللوا، يعني في مواقف شخصيه معايا كان واحد يكلمني احنا محتاجين حد في الشركه اللي بتشتغل فيها، احنا محتاجين حد شوف لنا حد تعرفه يكون راضي ان هو يشتغل ريموتلي او اونلاين. ولكن الوضع دلوقتي بقى مختلف جدا من هنا للصبح، علشان بعد اللي حصل في كورونا او ايام كورونا لما الشركات كلها تحولت لريموتلي او بقت الناس تشتغل من البيت في الشركات علشان موضوع البانديميك والكلام ده، فالناس جات لها ثقافه ريموتلي والشركات جات لها ثقافه ريموتلي، وفي شركات ما رجعوش تاني الاوفيسز وبقوا شغالين من البيت بس. فلما انت تكون عارف او لما الناس تعرف ثقافه او يجي لها ثقافه ريموتلي، وفي ناس اللي ارتاحت للشغل من البيت بداوا هم كمان يدوروا على وظائف كتيره من البيت او يدوروا على وظائف يشتغلوها وهم قاعدين في بيوتهم، فبقت المنافسه شرسه جدا في جميع الوظائف المعروضه. الوظائف المعروضه كتيره ما اختلفناش على كده، ولكن برضو الناس اللي بدأت تقدم بقوا بالملايين، فالمنافسة زي ما قلنا شرسة جدا. وان ما كنتش انت نفسك هتستاند اوت او هتبقى مميز سواء في الابليكيشن او في الاكسبيرينس والخبرة بتاعتك والكلام ده كله، هيبقى الموضوع مش سهل. مش هنقول مستحيل، ولكن هنقول ان هو مش هيبقى سهل انك انت تتقبل في شركه من الشركات دي. فاول حاجه معانا من ال5 حاجات هي، واعتقد دي هتبقى بالنسبه لك حاجه بديهيه، هو الانجليش. لغه التواصل في معظم الشركات دي بيبقى عن طريق الانجليش، وانت راجل مش موجود فمش هتعرف تعبر سواء بالبادي لانجوج او باي طريقه غير الانجليش اللي انت هتكتب. فزي ما نشوف الشركه اللي قدامنا دي شركه من ساعه ما اتوجدت من 2003 وهي ريموتلي، ما عندهاش مكاتب الا مكتب واحد بس عشان خاطر الاوراق والكلام ده، فلكن ما فيش موظفين فيه. شركه ريموتلي زي ما انت شايف هم عندهم حاجه كريد او زي العهد بتاع الشركه، يعني بيقولوا I will communicate as much as possible because it's the oxygen of a distributed company. هنا التواصل بيشبهوه بالاكسجين اللي بتنفسه. فانت لو مش عارف تتواصل، مش عارف توصل المعلومه، مش عارف تتكلم مع زمايلك، مش عارف تتكلم مع المدير بتاعك او التيم ليد بتاعك، مش عارف تتكلم مع الاتش ار وتعرف توصل الجمله او تعرف توصل المعنى اللي انت عايزه، انت مش هتعرف تشتغل في الشركات دي. وهنا نقطه مهمه جدا تاخد بالك منها، تواصل هنا انك بتعرف تكتب كويس مش بتعرف تتكلم كويس. هوضح كلامي. انت اكيد لازم تكون بتعرف تتكلم انجليش صح، ولكن مش باكسنت، مش امريكان. انت شفتني الانجليش بتاعي كان وانا بقول الكلام ده مش بيرفكت، مش 100%، مش امريكان، مش بريتش، مش الحاجات دي. انت المهم بتعرف تتكلم انجليزي، بتعرف تطلع الكلام الانجليزي، بتعرف توصل المعلومه بالانجليش مكتوبه وتعرف تقولها. ولكن المكتوب اهم مليون مره من انك تعرف تتكلم او تقول الكلام ده. ولو اتكلمنا عن الاكسنت، انا قلت قبل كده في فيديو قبل كده، الانجليش بتاع اسيا بالذات صعب جدا، صعب جدا. انت لو ما ركزتش 100% مش هتعرف تفهمه او مش هتعرف تفهمهم، وهم شغالين في جميع الشركات. وهتلاقي اتخن شركه من الشركات الريموتلي دي فيها كميه ناس من اسيا، هند وبنجلاديش والبلاد دي، مع ان الانجليش بتاعهم مش بيرفكت يعني، ولكن شغالين، لكن هم بيعرفوا يكتبوا انجليش كويس. فانت اول حاجه تكون قوي فيها جدا هي الانجليش بتاعك. طب ازاي اقوي الانجليش بتاعي؟ ده اللي هنتكلم عليه في فيديوهات جايه، مش مني. هنعمل انترفيوز مع ناس اتعلموا ازاي الانجليش. يمكن انا الانجليش بتاعي اتعلمته وانا في الجامعه، او حظي كده كان الكليه بتاعتي بالانجليش، فانا الانجليش بتاعي كان كويس. ولكن الناس اللي ما كانتش بتتعلم تعليمها انجليش، ازاي طوروا من الانجليش بتاعهم او ازاي اتعلموا الكتابه بالانجليش بالذات، كل ده هنشوف ان شاء الله في فيديوهات جايه. ولكن لو الانجليش بتاعك كويس يبقى انت كده معاك اول حاجه تقدر تقدم بيها على الوظائف الاونلاين. تاني حاجه معانا وهي لينكد ان او البروفايل بتاعك او الحساب بتاعك على موقع لينكد ان. في بعض الشركات زي ما شايفين في الشركه دي مثلا، دي وظيفه باك اند
اند انجينير ريموتلي فول تايم انجينيرنج مش عارف ايه، والاكسبيرينس من 2 ل 4 سنين يوزنج جافا، المرتب بتاعها $77,000 في السنه اللي هم تقريبا 193,000 جنيه مصري في الشهر. وبدل ما تملى الابلكيشن بتقدم على ابلاي وذ لينكد ان، بياخدوا البيانات اللي موجوده عندك. لو الشركه ما فيهاش كده، فالشركات معظمها هيطلب منك اللينكد ان بروفايل بتاعك، اليو ار ال بتاع البروفايل بتاعك على لينكد ان عشان يبصوا عليه. فيا سلام بقى لو عليه بوستات معينه او مقالات انت بتكتبها في المجال بتاعك، بس هو ده مش اساسي، ولكن ده يبقى ميزه كبيره جدا، وانك انت بتتكلم في المجال اللي انت بتفهم فيه وبتحاول توصل معلومه للناس. ولكن ده زي ما قلت ده مش شرط، ولكن ده يبقى ميزه اكتر. ولكن البروفايل لازم يكون ابديتد او محدث بكل البيانات بتاعتك، بكل اكسبيرينس، اسمك يكون مظبوط، الشغلانه اللي انت اشتغلتها حاليا التايتل بتاعك ايه، وبعد كده بتنزل تحت بتحط رساله عنك وانت بتعرف تعمل ايه، وتحط كمان هنا اكسبيرينس بتاعتك في الشغل، تقول انت كنت بتعمل ايه في كل وظيفه. ده بيوفر عليهم او بيوفر مجهود الاتش ار او الريكروتر اللي مسؤول عن التوظيف. وكمان خلي بالك من الصوره بتاعتك، يعني تحط صورتك الحقيقيه. في ناس بتحط صور غريبه، فبتحط صورتك الحقيقيه. كل الكلام ده بيساعد في ان الناس بتتعامل مع واحد مهتم بالمجال اللي هو شغال فيه او اللي عنده خبره فيه. يبقى الانجليش بتاعك. تاني حاجه لينكد ان. تالت حاجه معانا وهي الكفر ليتر. والكفر ليتر ده زي ما احنا شايفين هنا بيبقى عباره عن ورقه واحده، وده بيبقى موجه منك للشركه اللي انت بتقدم فيها والوظيفه اللي انت بتقدم عليها، وبتقول لهم في ورقه واحده ليه يختاروك انت دونا عن بقيه كل اللي بيقدم. فلو بصينا مثلا على ده الكفر ليتر اللي انا قدمت بيه في شركه اوتوماتيك، والناس اللي مش في مجالنا حابب اقول لهم ان اوتوماتيك دي اكبر شركه في المجال بتاعنا بتاع ووردبريس. فانت بتقدم على الوظيفه بتقول لهم انت عايز تقدم على وظيفه ايه، ليه عايز تقدم على الوظيفه دي، وليه يختاروك. فبتحط كل حاجه ليها علاقه سواء بتاريخ عملك او بتاريخ الشغل بتاعك. فانا هنا مثلا قلت لهم انا عايز اشتغل في، او انا مهتم بالوظيفه كذا كذا كذا، وانا اشتغلت في وظائف زي دي او في وظيفه زي دي في شركه كذا، وعملت كذا، واشتغلت لمده ايه، وبعمل ايه في المجال بتاعنا في ووردبريس. مثلا في المجال بتاعي انا مثلا عامل كوميونتي بتاع ايجيبت، بعمل فيديوهات على اليوتيوب، بعمل كورسات. كتبت كل حاجه هي في ورقه واحده، ما بتزيدش عن ورقه. الكفر ليتر عمره ما يزيد عن ورقه. طيب انت لو ما بتعرفش تكتب كفر ليتر، ممكن تروح على الموقع اللي هتلاقي اللينك بتاعه في الديسكربشن. زي ما احنا شايفين هنا بيساعدك انك تعمل كفر ليتر، وبيدي لك تمبلتس تختار منهم اللي انت عايزه، الوان وفونت وكمان كلام مكتوب تقدر تاخده بالظبط. يعني مثلا هنا بيقول لك كفر ليتر اكزامبل نيرسينج تيتشر، تختار اي وظيفه من الحاجات او التمبلتس الموجوده دي، وبتعدل عليها بناء على الوظيفه بتاعتك او الخبره بتاعتك. ولكن تخلي بالك ان الاكونت ده، الموقع ده تقريبا بيدي لك 7 ايام ب$4-5 كده. انا شايفهم يستاهلوا، بيساعد جدا. بس تخلي بالك بعد ما تشترك، عشان دي حصلت مع صديق ليا، بعد ما تشترك تعمل الكفر ليتر بتاعك وتعمل الريزومي، يعني نوصل لها كمان شويه، وتعمل كانسل للاشتراك او تلغي الاشتراك بتاعك، لان بعد 7 ايام هياخد منك $26 تانيين. فالغي الاشتراك. هو ال7 ايام كافيين جدا انك انت تعمل الكفر ليتر والريزومي اللي هنوصل لها دلوقتي. وبما اننا جبنا سيره الريزومي، فهذه النقطه او الحاجه الرابعه اللي المفروض تكون معاك وجاهزه قبل ما تفكر تقدم على اي وظيفه من الوظائف الريموتلي او الوظائف الاونلاين دي. فالريزومي دي هي السي في، ولكن ما بتزيدش برضو عن صفحتين. السي في ممكن توصل معاك زي ما انت عايز، توصل معاك 20 صفحه، مش مهم. ولكن الريزومي هي دي اللي بيطلبوها في الشركات. كل الشركات اللي انا شفتها تقريبا بيطلبوا ريزومي، بيطلبوا السي في، مش عايزين رغي. ما تحطش انت اتعلمت في مدرسه ثانويه ايه، رحت مدرسه اعداديه ايه، خدت كورس ايه ملوش علاقه بالوظيفه بتاعتك. في ناس تكتب خدت كورس انجليش مثلا في كذا، ما هو الطبيعي انك تتكلم انجليش، وما تقولش انك خدت كورس انجليش، خدت كورس ICDL، خدت كورس مش عارف ايه. اكتب كل حاجه تخص الوظيفه دي بس في الريزومي، وما تزودهاش عن صفحتين. وحاول فعلا تقلل اي حاجه ملهاش علاقه بالوظيفه. حط الورك اكسبيرينس او الشغلانات اللي انت اشتغلتها في المجال ده. الشغلانه عملت من كذا، من تاريخ كذا لتاريخ كذا، كنت بعمل 1 2 3 في نقط واضحه، بوليت بوينتس. ونفس الكلام او نفس الموقع بتاع resume.io اللي هو اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن، هتلاقي برضو نفس الكلام، ريزومي تمبلتس لشغلانات. هو بتلاقيه برضو حاطط لك فيها اقسام، انت بس امسح الكلام المحطوط وسيب القسم زي ما هو، واملأ بالبيانات بتاعتك. وخلي بالك زي ما قلت لك، بتخلي الريزومي او الطريقه الحلوه انك تكتب فيها ريزومي انك انت تكتب التايتل ورك اكسبيرينس، مثلا اشتغلت في شركه اكس من شهر كذا لشهر كذا، او من سنه كذا لسنه كذا، تكتب نقطه عملت كذا كذا كذا، عملت كذا كذا كذا. كل بوليت بوينت تبدا بفعل ماضي، مثلا مينتيند عملت كذا كذا كذا، هاندل سبورت كذا 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 كذا. حاجه انت عملتها، نقطه واضحه وصريحه في سطر واحد او في سطرين بالكتير،
وهكذا في كل ورك اكسبيرينس او كل الوظائف اللي انت عملتها. ده المهم، او ده الريكروتر او الاتش ار ده اللي بيحتاج يشوفه في الريزومي بتاعته. فده الموقع اللي بنعمل عليه الكفر ليتر والريزومي. بتدفع $4.70 في اول 7 ايام. عملت الريزومي بتاعك والكفر ليتر هم في يوم او في 2، تلغي الاشتراك علشان ما ياخدش منك ال $24 دول او $25 دول بعد 7 ايام. دلوقتي انت الانجليش بتاعك ممتاز، لينكد ان بروفايل متظبط، الكفر ليتر والريزومي جاهزين 100%، قررت تقدم على شركه، لقيت وظيفه وقررت تقدم عليها. وانت بتقدم على الوظيفه لازم تقرا الديسكريبشن او وصف الوظيفه كويس جدا جدا جدا. اولا هتلاقي ممكن في طلبات طالبينها معينه، ممكن يكون في حاجات او نقط لو خدت بالك منها تزود فرصك في انك تتقبل او انك هم يتواصلوا معاك. يعني مثلا دلوقتي احنا شايفين قدامنا وظيفه ماركتنج اسيستنت، هنا بيقول ان هتساعد الماركتنج مانجر وهتساعد مع السوشيال ميديا وبلوج بوست وريفيرال بروجرام ومش عارف ايه، وحاجات كلها تبان ان هي بسيطه، ودي مرتبها $50,000 في السنه، يعني بتاع 125,000 جنيه مصري. ولكن هم هنا انت لو قريت الكلام ده اوكي انا هقدم، انا راجل شاطر وبتاع، لكن هنا بتقول لك ان في حاجات هم طالبينها زي مثلا فيديو اديتنج او تعديل على الفيديوهات، كاتبين اي موفي اور اباف. فانت بتعمل الكفر ليتر او في الريزومي بتاعتك تروح كاتب انك انت لو شاطر مثلا في فاينل كات، في ادوبي بريمير، في اي برنامج بيعمل او بتعديل فيديوهات، تروح كاتب انك انت خبره كذا 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 في فاينل كات، خبره كذا كذا في ادوبي بريمير. هنا مطلوب انك انت تكون شاطر في الفوتوشوب، تكتب اللي ليه علاقه بالفوتوشوب ده سواء في الريزومي برضو او في الكفر ليتر، وهكذا وهكذا. لو شفنا وظيفه تانية مثلا زي دي سينيور اي او اس انجينير، الناس بتوع الاي او اس، لوكيشن ريموت، تمام. اشوف الديتيلز، هنا بيقول لك المرتب بتاعها تقريبا $170,000 في السنه، اللي هم تقريبا 425,000 جنيه في الشهر. فمثلا كاتبين انك تكون فاهم جدا مش عارف في الام في في ام او ام في بي والكلام ده، فدي تروح انت واخدها كاتبها في الكفر ليتر او الريزومي بتاعتك ليه علاقه بالحاجات دي، ليه علاقه بكل نقطه هنا، او شوف هم طالبين ايه. مثلا برضو هنا بيقول لك knowledge of Kotlin and willingness to do Android related work would be considered a plus. لو انت بتفهم في الاندرويد ده بلس، فده في حد ذاته بونص ليك او ميزه ليك من ضمن الناس اللي بتقدم قد كده في الشغلانه دي. هي دي الحاجات اللي هتخليك تستاند اوت او تبقى مميز عن دلوقتي بنقول آلاف الناس او ملايين الناس بتقدم على الوظائف الريموتلي. زي ما قلت لك كل الوظائف دي موجوده في الشيت اللي تحت زر اللايك. شوف مجالك ايه، ابدأ جهز كل حاجة احنا قلنا عليها في الفيديو ده، وان شاء الله بإذن الله هيبقى ليك نصيب في شركة من الشركات دي. اما لو انت لسه بادئ في مجال معين او عايز تبدأ من الصفر، لازم تتأكد انك انت مشترك في القناة، لان في الفيديوهات اللي جاية احنا هنجيب ناس وهنعمل انترفيوز مع ناس شغالين ريموتلي بقالهم سنين في مجالات مختلفة. هم هيحكوا لنا بدأوا ازاي، ايه اللي احتاجوه علشان يتقبلوا في الشركات اللي زي دي، وهنتكلم معاهم في كل حاجة. لو عايز تعرف معلومات عن مجال معين او نعمل انترفيو مع حد في مجال معين، سيبولي في الكومنتات، ولو عندك اي سؤال برضو سيبه في الكومنتات وان شاء الله هرد عليه، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جايه.